تتذكروا كاكا لما طلع كل شي عنده رغم انه مرته تركته بس عشانه مثالي؟ بالنسبة لكاكا ذاك اليوم كان أصعب يوم في حياته. فشو اللي صار؟ إذا ما بتعرف، كاكا من أطيب اللاعبين في التاريخ، كان سريع وحتى حركته في الكرة بتبين إنها سهلة، كان يمر من بين المدافعين وكأنهم مش موجودين، ولسه عمره 23 سنة، وحرفيا أثبت جدارته بين الأساطير مالديني وكافو وبيرلو. فريق ميلان كان أقوى فريق في العالم وهم كانوا عارفين هالشي. لما طلعوا على الملعب لنهائي دوري أبطال أوروبا كانوا متوقعين إنهم يفوزوا بسهولة، وحرفيا جابوا 3 أهداف في نص الوقت، يعني كان راح يفوزوا بدوري الأبطال. تخيل ليفربول كان محتاج لمعجزة وحرفيا حصلوا عليها، 3 أهداف وضربة جزاء. وصار الغير متوقع، ميلان خسر دوري الأبطال. بس ميلان تغير على الكامل وما كان حدا يحكي في الموضوع. مالديني قال صار بدنا نثأر والموضوع صار واجب. وبدل ما ميلان يرجع قوي في 2006 خسروا مهاجمهم الرئيسي شيفتشانكو اللي راح لتشيلسي. وفي 2007 ميلان كان كثير ضايع، الفرصة الأخيرة انهم يبنوا فريق حوالين كاكا. لعبوه كصانع لعب رقم 10 وحرفيا شغل الخطة وسجل 10 أهداف. ولما حصل ميلان فرصة للثأر من ليفربول في دوري الأبطال اتأكد انه ما يكون في معجزة المرة هاي. ميلان فاز بدوري الأبطال وكاكا أخذ أفضل لاعب في العالم على حساب ميسي ورونالدو.